مرحبا بكم في رحلة فهم الذات، أو زي ما بحب أسميها: من هذا الكائن الذي يرتدي بيجامة من فوق وهو بيعيط وبياكل نيوتيلا من البرطمان. في الفيديو ده هنعرف مع بعض يعني إيه تفهم نفسك، ليه الموضوع ده مهم، وإزاي تتعامل معاها من غير ما تتحول لفيلم دراما. يعني إيه أصلا فهم الذات؟ فهم الذات ببساطة هو إنك تبطل تبص على نفسك كأنك ضيف في أوضة، وتبدأ تبقى صاحب المكان. يعني تعرف أنت بتفكر إزاي، بتتصرف ليه كده، إيه الحاجات اللي بتحفزك، وإيه اللي بيخليك تنفجر من أقل كلمة. باختصار، ولما تبص في المراية وتقول دلوقتي فهمت ليه كنت بزعق في البنت اللي خدت آخر قطعة بيتزا، مش عشان البيتزا، ده أنا كنت جعان عاطفيا. والله كلنا جعانين عاطفيا. طيب، هو ليه الموضوع ده مهم؟ لما تفهم نفسك بتبدأ الحياة تبقى أهدى شوية. بدل ما تسأل ليه كل الناس بتضايقني، بتسأل هو أنا ليه بتضايق بسرعة. ساعتها بس بتبطل تعمل مشاكل مع الناس، وبتبدأ تحل المشاكل اللي جواك. وزي ما قالوا زمان، ما تفتريش على الناس، يمكن انت اللي مكلبش من جوه. فهم الذات مش رفاهية، ده زي لما تشتري جهاز وما تقراش الكتالوج، هتفضل تدوس على الزرار الغلط وتقول الجهاز بايظ، وفي الحقيقة انت اللي مش فاهم الزراير. طيب ازاي افهم نفسي؟ اسأل نفسك الأسئلة الصح. ما تسألش وتقول انا غبي ليه، اسأل انا ليه حسيت اني فاشل لما حد انتقدني. راقب مشاعرك بدون ما تحكم. يعني لما تتنرفز ما تقولش انا مريض نفسي، قول انا متنرفز ليه وقول السبب. زي ما تكون بتتفرج على نفسك من بعيد بس من غير ما تعلق بكومنت سلبي. اكتب افكارك، ورقة وقلم، او حتى لو ملاحظات موبايل مش مهم، بس اكتب. حتى لو اللي هتكتبه النهارده زهقان ليه، نفسي اهاجر القطب الجنوبي واقرب. اسأل الناس اللي بتثق في رأيهم، مش كل الناس بس اللي فعلا يعرفوك. ساعات هم شايفين فيك حاجات انت مش واخد بالك منها. بس بالله عليك، لما حد يقول لك انت عصبي ما تردش تقول انا عصبي. طيب والله لو اوريك العصبية دلوقتي. في النهاية فهم الذات رحلة مش محطة، كل يوم هتكتشف حاجات جديدة عن نفسك. كل ما تفكر انك عرفت كل حاجة هتلاقي لفة جديدة جوه عقلك. بس ما تقلقش، دي رحلة ممتعة أكتر من مسلسل كوري، بس أقل دراما شوية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، وقول لنا في الكومنتات ايه رأيك، ايه أكتر حاجة اكتشفتها عن نفسك وكانت مفاجأة. وافتكر دايما انت مش لوحدك، انت معاك نفسك، وده أحلى فريق.